في الأردن خلال الأيام القليلة القادمة مناورات عسكرية تشارك فيها دول عربية وأجنبية بينها الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وإسرائيل. وحسب مصادر إعلامية فإن هذه المناورات تقررت بعد لقاء جمع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأردني الفريق الركن مشعل محمد الزين في عمان بقائد قوات المشاة البحرية للقيادة المركزية الأمريكية الفريق توماس وولد هاوزر قبل شهرين. ووفقا لمصادر إعلامية فهذه المناورات ستكون الأكبر حجما في تاريخ الجيش الأردني، وستجري هذه المناورات في المناطق الشمالية من الأردن. جحافل الأردن المهيبة وجيش آل سعود العرمرم مع دول عربانية أخرى ستقوم مع جيش الولايات المتحدة الأمريكية ناشر الديمقراطية المسكين بمناورات عسكرية تشارك فيها إسرائيل الجارة الغالية على قلب حكام الأردن والسعودية وقطر. المناورات تشارك فيها دول الاعتدال العربي، واحات الديمقراطية والعدالة والمساواة. ولتتأكدوا من ذلك اسألوا أعضاء البرلمان السعودي، وفي حال لم يجبكم أحد اسألوا برلماني قطر، وفي حال لم يجبكم أحد اسألوا رئيس جمهورية الأردن، وإذا لم يجبكم أحد فاسألوا الله أن يعفو عنا وعنكم. اسم هذه المناورات سيكون الأسد المتأهب، وستضم كل خصوم سوريا والمشاركين في دعم الإرهاب على أرضها. للأردن البلد المضيف 4 جيران قد تستهدفهم هذه المناورات افتراضيا، فحدود الأردن الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع إسرائيل، والجنوبية مع السعودية. أما السعودية فهي طرف في المناورات، وإسرائيل طرف فيها أيضا، وعلاقاتها مع الأردن حدث ولا حرج. يبقى العراق وسوريا. العراق خرجت منه الولايات المتحدة قريبا، ولا يوجد أي مؤشر على توجيه المناورات ضد العراق. أما سوريا فهي الحدث الأبرز في الشرق العربي هذه الأيام. يرى محللون أن هذه المناورات تستهدف سوريا ولا تستهدف سواها، وهذا يوضح تورط الأنظمة الرجعية العربية التي يسمونها بالاعتدال العربي، يؤكد تورطها حتى النخاع في كل مؤامرة وحرب على العرب، خصوصا إذا استذكرنا أنها الأنظمة التي سهلت احتلال العراق، لا بل عملت عليه بشراسة لتعود لاحقا وتثير الفتنة الطائفية في العراق عبر تغذية الإرهاب والمذهبية في وسائل إعلامها. ما هو حد وقاحتهم وتورطهم وتآمرهم؟ هذا ما نستطيع أن نجيب عنه ونقول أن لا حد لكل ذلك، ولكننا سنترك للأيام أن تجيبكم.